السلام عليكم. ايه الاخبار؟ النهارده كنت عايز اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا لاي حد بيبدا انه يتعلم تكنولوجيا جديده. السؤال هنا، هل هو فعلا لازم تدفع فلوس في كورسات مدفوعه عشان تتعلم؟ ممكن نختصر الاجابه في اللي هو لا. واظن بديهي جدا لناس كتيره ان الاجابه تكون لا، لان مش لازم ندفع فلوس في كورسات عشان نتعلم. مش لازم نروح نشتري كورس مدفوع عشان نبدا نتعلم. بس انا عندي وجهه نظر حابب اوضحها، اللي هو ليه مش لازم نروح للاوبشن ده نهائي. خلينا ناخد مثال، اللي انت شخص عايز يتعلم تكنولوجيا معينه، مثلا في الفرونت اند شبه رياكت او انجولار. اول خطوه لازم تعملها مش انك تشتري كورس مدفوع، مش انك تروح تدور على كورس مدفوع او حتى تدور على كورس مجانا بيشرح التكنولوجي ديت او الفريم ورك ده. اول حاجه لازم تعملها والخطوه الصح، تروح للموقع الرسمي بتاع التكنولوجي ده، تبص هم كاتبين ايه، بيتكلموا عن ايه، ايه الكلام اللي هم عاملينه. لازم تتعلم المهارة ديت، انك تروح تتعلم من الدوكيومنتيشن بتاع التكنولوجي، لان الدوكيومنتيشن ده هو المكان المثالي انك تتعلم حاجة جديدة. انت دلوقتي في تكنولوجيا جديدة عايز تتعلمها، لازم تروح للدوكيومنتيشن بتاعها، لان الدوكيومنتيشن ده الناس اللي عملت التكنولوجي هم اللي عاملينه، هم اللي كاتبين الكلام ده، هم اللي عارفين ازاي يخلوا شخص جديد ما يعرفش اي حاجة عن التكنولوجي ده يقدر يستعملها. فده هو المكان المثالي. وكمان هناك هتلاقي الهالو وورلد اكزامبل بتاعهم اللي هم حاطينه، اللي انت ازاي تقدر تسيت اب الانفايرمنت وازاي تقدر ترن الكود. المشكله في الكورسات المدفوعه للمبتدئين، هنا انا بتكلم عن المبتدئين، الكورسات اللي بتستهدف الناس المبتدئه. معظم الكورسات المدفوعه بتبدا بنفس الطريقه اللي موجوده في الدوكيومنتيشن، وده معناه انك بتدفع فلوس في حاجه اصلا مجانيه. الكورسات دي غالبا بتمشي بالطريقه دي. اول شابتر بيكون ازاي تسيت اب الانفايرمنت، بعد كده ازاي ترن الكود، وبعد كده بيبدا ببروجكت صغير، وبعدين بيبدا ينتقل لبروجكتات اكبر نسبيا. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله واضحه جدا، ان انت بتشتري حاجه مجانيه. هو كل اللي عمله مشي مع الدوكيومنتيشن اللي موجود مجانا، شرح لك ازاي تسيت اب الانفايرمنت وازاي ترن الكود. هو ممكن يبقى حاطط بعض الاشياء، زي مثلا بيشرح لك التكنولوجي دي شغاله ازاي، اتعملت ازاي، هكذا. ده كله موجود في الدوكيومنتيشن. ده كله هتلاقي الناس اللي عملت الحاجه هم اللي كاتبينها وهم اللي عاملين الدوكيومنتيشن. طب ايه الطريقه الصحيحه انك تبدا تتعلم تكنولوجيا جديده؟ انا من رايي الشخصي الطريقه اللي انت المفروض تتعلم بيها، انك تروح زي ما قلنا للدوكيومنتيشن، تقرا في الدوكيومنتيشن ده، تتعلم المهاره ديت، تقدر تقرا الدوكيومنتيشن وتقدر تتعلم من المكان ده. بعد كده تمشي مع الهلو وورلد بتاعهم، هتسيت اب الانفايرمنت، هترن الكود، بس كده تمام. تقدر تتعامل مع التكنولوجي، تقدر تتعامل مع الفريم ورك ده. بعدين تبدا مع نفسك تشتغل على مشاريع، انت اللي تبدا تعمل مشروع. يعني في الكورس المدفوع هتلاقيه هو بيبدا ببروجكتات وانت بتتفرج عليه، وبعد كده انت بتقعد تقلده. ليه تعمل كده؟ ما هو هتلاقي ناس كتيره على اليوتيوب بتعمل نفس الحوار ده، بتعمل مشروع معين بتكنولوجي معين وفور فري. فانت لازم تبدا مع نفسك، تبدا مثلا باي كوميرس، ويب سايت انت بتعمله مع نفسك. اكيد هتعطل في حاجات، ففي اللحظه ديت لازم تنمي مهاره السيرش عندك. لازم تروح لجوجل تسال، تدور على المشاكل وتبدا تحلها. النقطه الاهم هي انك لما تواجه مشكله لازم تبدا تبحث عن حلها، لازم تبحث عن حلها بنفسك. دلوقتي عندنا مصادر كتيرة، جوجل، عندنا اليوتيوب، عندنا حتى اي تولز، عندنا شات جي بي تي وغيره كتير يقدروا يساعدوك مع اي ايرور تواجهه، مع اي مشكله تواجهها هتقدر تلاقي لها حل من خلال البحث. المهم انك تكتب كود بنفسك وتغلط وتتعلم. فالرساله هنا ان طالما لسه بتبتدي، طالما انت لسه مبتدئ ما تعرفش اي حاجه، طالما انت لسه معكش دخل مادي، ما بتجيبش فلوس، لسه مش بتعمل فلوس، ما تروحش لاي كورسات مدفوعه، ما تروحش ناحيه اي بلاتفورم الكورس مدفوع. المصادر المجانيه كافيه، زي ما قلنا المواقع الرسميه بتاعه التكنولوجي ديت، وقنوات يوتيوب كتيرة جدا موجودة في كل حتة تقدر تتعلم منها. طب السؤال هنا، امتى نروح لكورس مدفوع؟ انا مش ضد الكورسات المدفوعة نهائيا، بس انا ضد ان شخص لسه بيبتدي، شخص لسه مبتدئ، يروح يشتري كورس مدفوع، لان هو معهوش فلوسه اولا، زائد هو بيشتري حاجة مجانية. فلما تعدي مرحلة انك شخص مبتدئ، خلاص انت دلوقتي معاك وظيفة، تقدر تشتغل، تقدر تجيب فلوس، في الحالة ديت انت تقدر تشتري كورس مدفوع، محدش هيقولك اي حاجه. لكن في الاول انت شخص لسه معكش فلوس، فما تصرفش، لان احنا في زمن دلوقتي التعلم بقى كتير مجانا. لكن لما تكون دلوقتي معاك
دخل، فاكيد انت وصلت لمرحله، عديت مرحله المبتدئ، فاكيد الكورسات اللي هتشتريها هتكون مختلفه عن الكورسات اللي انت كنت عايز تشتريها في الاول خالص، لان انت الوقت بقى عندك خبره، فانت عديت مرحله المبتدئين، اكيد بقت عندك مهاره اللي انت تتعلم الحاجه، حاجه لسه جديده نازله، بقى عندك مهاره اللي انت تتعلمها. فانت اكيد في المرحله دي هتروح لكورسات مور ادفانسد، ليفل تاني اعلى شويه، فانت محتاج تتعلم ده، محتاج تنمي مهاراتك. ممكن ما تكونش محتاجه في شغلك، بس انت عايز تتعلم ده، وقتها ما حدش هيلوم. لكن كمبتدئ ولسه ما عندكش مصدر دخل، الكورسات المدفوعه هتكون مضيعه للفلوس وللوقت، وانت مع نفسك اصلا ممكن بتشتري كورس وما بتتعلموش، ما بتكملش. في النهايه لو عايز اقوله، لو لسه بتبتدي، المصادر المجانيه كافيه، المصادر المجانيه كافيه وزياده، لازما تبدا بيها، ما تروحش ناحيه اي كورس مدفوع او اي مصدر مدفوع. والبرمجه مش محتاجه فلوس في البدايه خالص، ما تصرفش على البرمجه في الاول. انا ما صرفتش جنيه على البرمجه علشان ابدا اتعلم، انا بدات من الصفر، ما بدفعش اي فلوس في اي حاجه. دلوقتي بدفع لو في كورس عجبني، في طول عجباني عايز اشتريها هتساعدني، هدفع. لكن قبل كده ما كانش معايا فلوس، ما كنتش شغال، ما عنديش وظيفه، ففي الوقت ده مش هدفع اكيد، لان انا معيش فلوس. ما تروحش تجيب فلوس من حد عشان تشتري كورس. وبس كده، ده كل اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده، واظن الرساله وصلت. السلام عليكم.